أشرف حكيمي ما قدمه هذا الموسم على مدار الموسم 52 مباراة مع باريس سان جيرمان، وهو مدافع بيسجل 11 هدف، وهو مدافع بيصنع 14 هدف. Achraf Hakimi pour le Ballon d'Or, c'est du sérieux. Les médias français, espagnols, émiratis et d'autres à l'international en parlent. Le Ballon d'Or, si je devais voter, je pense que je vote en numéro 1 pour Achraf Hakimi. ماذا يفعل أشرف حكيمي أكثر من هذا؟ Yo fais une saison, je pense que magnifique. Si les jeunes ils pensent que yo suis candidat pour le Ballon d'Or, je suis très content, ça fait plaisir, c'est un honneur pour moi. البالون دور او الكره الذهبيه جائزه اللي كتعتبر اهم جائزه فرديه بالنسبه لاي لاعب في العالم. هذا العام يقدر يديها لاعب مغربي، شكون من غير أشرف حكيمي. جائزة اللي في التاريخ ديالها يقدر يديها لاعب افريقي واحد اللي هو جورج ويا 1995، بينما كمدافعين يقدر يديوها 3 لعابه يعني في البوست ديال المدافع اللي هما بيكن باور داها 2 مرات في 1972 وفي 1976، سامر اللي داها في 1996 يعني عام مورا جورج ويا، وكانافارو اللي كلكم تعقلوا عليه في 2006 يعني اخر مدافع داها هو كانافارو. هذه 20 عام. هذا العام كاين نقاش كبير على ان اشرف حكيمي يقدر يكون الافريقي الثاني اللي كيداو المدافع الرابع. في هذا الفيديو نحاولوا نشوفوا ونتعرفوا على الحظوظ الحقيقيه ديال اشرف حكيمي بكل موضوعيه وشفافيه، فينا نتباصوا على الارقام والاداءات والكريتير ديال البالون دور. داكشي علاش نطلب منكم تفرجوا حتى الاخر باش تخرجوا فاهمين كل شيء وتعطيو رايكم. او قبل ضروري ما نخليكم مع نيبا كونسلتينغ، خصوصا بعد ما خرجوا النتائج ديال الباك، حيت انا كتعطيك فرصه باش تكمل دراستك في الخارج، ماشي هادشي فقط، تعلم لغه جديده وتقدم في مستقبلك، حيت كيرافقوك من الاول حتى الاخر ما بين البلدان اللي كيصيفطوا اليوم: بلغاريا، اسبانيا، روسيا، قبرص وزيد من البلدان. هما كيتكلفوا لك بكل شيء، امر اللي كيخلي والديك مرتاحين. ما عليك تعمر الفورمولا اللي نخلي لك لتحت وهما غيتواصلوا معك، تاخذ منك دقيقه. ونبداو مورا الانترو. ديكاس أي واحد مشاهد وما عندناش مع الكسالى. اول حاجه باش نعطيو قرار خصنا نعرفوا علاش كتبازا جائزه البالون دور. الكره الذهبيه ديال 2025 كتحكم على الاداء اللي داروا اللاعب من نهار 1 اوت 2024 حتى نهار 31 جويي من 2025، يعني ما بقى والو ويسال هذا الشهر يحكموا على اللاعب في هذه الفتره هذه. يعني هذا كاس العالم للانديه اللي ملعوب عنده دور في تحديد الفائز. الجائزه كتباز على 4 المعايير: اولا الاداء الفردي بمعنى الاحصائيات، الامباكت والاستمراريه ديال اللاعب. ثانيا الالقاب الجماعيه اللي دا مع الفرقه والمنتخب. ثالثا النوعيه ديال اللاعب يعني الفير بلاي، الروح الرياضيه، لاعب نظيف، المسيره ديالو. ورابعا التاثير ديالو ولا لا مارك اللي خلى في ذاك الموسم. دونك كنمشيو نحكموا نقطه بنقطه على اشرف حكيمي. نبداو بالاولى الاداء الفردي اللي فيه الاحصائيات، الامباكت والاستمراريه. حكيمي قدم واحد من افضل المواسم اللي عمرهم قدمهم شي ظهير في التاريخ، ماشي ظهير كمدافع كاع. احصائيا حكيمي مارك 11 بيت واحد 15 اسيست مع فرقته بي اس جي، بمعنى انه ساهم ب 26 بيت في 53 ماتش مع فرقته، بينما مع المنتخب لعب 14 ماتش مارك 4 وواحد اسيست. يعني في المجموع حكيمي هذا الموسم اللي كنقول لك موسم من شهر 8 اللي فات لشهر 7 ما بين المنتخب وفرقته لعب 67 ماتش ماركا فيهم 15 بيت وواحد 16 اسيست، يعني ساهم ب 31 بيت. ما تنساوش انه مدافع راه مساهم وعنده ارقام احسن من مودريتش اللي دا بهم البالون دور باش تعرفوا. وماشي بيوتا بدون اهميه، فراه ماركا في الفينال ديال كوب دو فرانس ضد غامس، ماركا في الشامبيونز ليغ في الربع، النصف في النهائي مع المنتخب في الاولمبياد في باريس، وماركا واحد من اجمل البيوتا اللي يقدروا يعطيونا البرونزيه. يعني البيوتا ديالو عطاو القاب، ماشي البيوتا حتى لي اسيست، هادشي كامل كشرط الاول. دونك الاداء الفردي ما يمكنش لك دوي. ثانيا دوا على الالقاب الجماعيه مع الفرقه والمنتخب. حكيمي دا كل شيء مع البي اس جي، الدوري الفرنسي، الليغ 1، تشامبيونز ليغ، كوب دو فرانس وتروفي دي شامبيون. دار بعض الالقاب مع فرقته في انتظار انه يلعب كاس القارات والسوبر الاوروبي، يعني يقدر يسالي الموسم بكثر من 6 الالقاب تخيل. بينما مع المنتخب قدر يعطينا 3 بلاص في الاولمبياد هي البرونزيه. نمشيو للنقطه الثالثه: النوعيه ديال اللاعب، اللاعب نظيف، الفير بلاي، الروح الرياضيه والمسيره ديالو. ما يخص اللاعب نظيف، حكيمي واخا مدافع ما خدا حتى شي كارطه حمراء هذا الموسم، بينما خدع 6 صفرات. حتى في المسيره ديالو كامله من نهار بدا راه خدع 3 الحمرات، كانت اخر وحده في 2021 ضد مارسيل. شو النقطه الرابعه: التاثير ديالو ولا مارك اللي خلاه في هذا الموسم. حكيمي باعتراف الجميع دار موسم غير فيه مفهوم الظهير، كون مدافع اللور شويه كتلقى لاعب كتسعود ما عندوش بلاصه في التيران، بحال البيت اللي ماركا في فينال ديال الشامبيونز ليغ بحال كان لاعب تسعود. المفهوم ديال الظهير معاصر هو انه كيقدر يطلع في ليزيل ويسونطري ليك ولا يحط لك اسيست. حكيمي كيدير هادشي وكثر، كيدافع يقدر يدخل حتى الكاري دي زويد ويماركي ليك. تخيلوا معايا ظهير في موسم واحد كيعطيك اكثر من 30 مساهمه هدفيه بالمنتخب والفريق. علاش كنركز على المنتخب؟ حيت ما كياخذوش بعين الاعتبار في الاحصائيات، ماشي اللجنه بل لي باج الى اخره. باش نعرفوا قمه الانجاز اللي دار حكيمي خصنا نشوفوا كاع الاظهره اللي دازوا على مر التاريخ شنو داروا. ما تنساوش انه ظهير ايمن وماشي ايسر. بزاف الاظهرات تكلاسوا ما بين 30 افضل لاعب في البالون دور، لا ليست الاخرى نذكروا منهم ارنولد، فيليب لام، كافو، مالديني، داني الفيس. ولكن افضل ترتيب عمرو خداه شي ظهير كان هو روبرتو كارلوس في 2002، جا هو الثاني مورا رونالدو نازاريو. تخيلوا معايا ذاك العام روبرتو كارلوس كان مساهم ب 22 بيت، بينما حكيمي هذا العام مساهم بكثر من
باش تعرف قمه هذا الشيء راه داني الفيس اللي بزاف كيعتبروا افضل ظهير ايمن في التاريخ اللي هو البوست ديال حكيمي، حتى روبرتو كارلوس ايسر تقارنوا مع اللي كاين في اليمين. افضل موسم عمرو دارو داني الفيس كان في 2011 فين كانت كلاس هو 14 في البالون دور، وفين كان مساهم ب 25 بيت، اكثر من 90% فيهم مع ديزاسيست ماشي بيوت. يعني حكيمي يكون في داني الفيس روبرتو كارلوس وكاع هاد السميات في البوست ديالو في المساهمات انجاز. عاد باش تقول ان ظهير كيتقال انه مرشح البالون دور ما موالفش كتسمع كل موسم، حيت الجائزه لطالما فضلات المهاجمين. ندوي على المدافعين حيت الظهير كيدخل في خانه المدافعين. اخر مدافع ديال البالون دور كان في 2006 كانافارو. علاش كان دا؟ كان هو الكابيتان ديال المنتخب اللي دا الكوب دي موند في ذاك المونديال كامل، ما خدا حتى شي صفره ولعب كاع الدقائق ديالو. راه في ذاك المونديال المنتخب الايطالي تماركاو عليهم جوج بيوت، واحد ماركاو على راسهم وواحد بينالتي، يعني بحال ما تماركاش عليهم. داكشي علاش بوفون كان هو الثالث واقيلا في البالون دور. زيد على ان رونالدينيو ما كانش دار شي اداء واعر في الكوب دي موند، وزيدان خرجت عليه ديك النطحه في الفينال. يعني زيدان كان هو اكبر مرشح، كون ما نطحش هذاك الفينال كان غيديه هو. داكشي اللي افكت عليه التصويت. خلاص المونديال هو اللي كان عطى الكانافارو البالون دور، حيت كان من المفترض يديه زيدان، ولكن النطحه ديال الفينال حيدات عليه. كنرجعوا للقانون ديال الفير بلاي ولاعب نظيف. شفنا كيفاش على الورق حكيمي جدير على الاقل يكون ما بين ثلاثه الفيناليست الاخرين. في المنافسين ديالو واضحين، غالبا غيكون مع ديمبلي ويامال، فين كاين احتمال يكون معاه تا بيدري، فيتينيا، مبابي، صلاح، رافينيا ودوي. ولكن كنظن ان ابرز منافس ليه هو يامال، نظرا لشنو داروا هو يلاه عنده 17 عام، فين كانت اليورو مع اسبانيا، لا ليغا والكوبا ديل ري مع البارسا. ولكن الا دونا على الارقام، الا قارنا حكيمي مع يامال، حكيمي عطيه 31 مساهمات هدفيه بينما يامال عطيه 52. عادي يكون هذا الفرق ما بين يامال وحكيمي، راه ما عندوش نفس البوست، حيت كنظن انه اللي غيفرق في المقارنه هذه هي هذا المونديال ديال الانديه اللي ملعوب. الا مشات البي اس جي تداتو دات الفينال وحكيمي دار شي حاجه في نصف النهائي والنهائي، ما كاينش شك كيولي المرشح الاول، خصوصا ان حتى شي حاجه مورا الاخر ديال جوي ما غتافيكتي التصويت. كاين حتى شي منافسه اخرى، كشي كامل اللي مورا الاخر ديال الشهر ما دخلش في التصويت ديال البالون دور. التصويت بيضوي اللي باغي يعرف كيفاش كيتم، كياخذوا 100 صحفي من 100 بلد اللي كيكون عندهم احسن كلاسمون في الرانكينغ فيفا. دونك كيكون صحفي من المغرب، اسبانيا الى اخره، دوك كاع البلدان اللي مكلاسين 100 الاولين، وغيصوتوا بهاد الاربعه الكريتير اللي عطيتكم. كيجمعوا التصويتات باش في نهار 22 سبتمبر في باري يعلنوا على الفائز. يعني حنا على بعد شهرين ما اننا نعرفوا شكون يدي البالون دور. انا بالنسبه لي حكيمي دار شي حاجه اللي اول مره يديرها شي ظاهر في التاريخ. لامين يامال ديجا شفنا اجنحه كيديروا هادشي اللي دار، هو ماشي في العمر ديالو، يعني كيبقى اعجاز دير هادشي في 17 عام. كنظن ان هذا المونديال يعني نصف نهائي والنهائي غيكون حاسم باش حكيمي يعزز الحظوظ ديالو بانه يديها. فين كنظن انه حاليا على الاقل يستاهل يكون ما بين الطوب ثلاثه. كنا كنضربوا العام اللي فات على ان حكيمي يدي البالون دور الافريقي مع لوكمان، هذا العام شوفوا ولينا باغي ليه البالون دور العالمي. قولوا لي انتم اش بان لكم دابري هادشي كامل اللي عطيتكم. الا وصلتي حتى لهاد المرحله من الفيديو بغيتك تكومونتي لي يديرها بحال هكا باش عرفت تفرج حتى الاخر، نخليك القلب ولا لا جاوبك على الكومونتير ديالك. هكا الاخوان كون وصلنا لاخر الفيديو ديالنا، ما تنساوش تخليو لي في الكومونتير اش بان لكم. كان معكم فاروق لايف، ونتلاقاو في الفيديو الجاي. تهلاو لي في راسكم. كتقول لي مي امور كنقول لها كارينيا، عمري شفت شي تشيكا بحالك هكدا ونية، ما كرهتش انا وياك بيبي نديرو منين يا بنادم جاري معنا في حالة تزاد في كينيا.